العاشرة مساء بتوقيت أسمر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وإلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. أستهل لكم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. فخامة رئيس السياسة أفورقي يلتقي برئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. مدرسة غلاس لمساعدي التمريض تخرج دفعة جديدة من طلابها. سكان منطقة مارات يطالبون بحل إشكالية مياه الشرب. انتحاري من طالبان يفجر نفسه وسط قندوز. إيران تعرض قمرا صناعيا سليما بعد محاولة إطلاق فاشلة. وحرائق غابات الأمازون تهدد صحة الأطفال. كانت تلك عناوين النشرة، معكم فيها نور الدين خليفة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. التقى فخامة رئيس السياسة أفورقي صباح اليوم السبت 31 من أغسطس رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السيد أحمد في مكتبه بعد هالو، وأجرى معه جلسة مباحثات. وحضر المناسبة مفوض الثقافة والرياضة السفير زمالة تخلة ورئيس الاتحاد الإريتري لكرة القدم السيد إسياس أبراهام، حيث ذكر السيد أحمد بأن التنظيم الجيد لبطولة اتحاد وسط وشرق إفريقيا سيكافا لما دون 15 عاما، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي استضافتها العاصمة أسمرة، هي خير دليل على تعهد الشعب والحكومة الإريترية الوفي في تفعيل الأنشطة الرياضية وخاصة منشط كرة القدم، مضيفا بأن ذلك يعزز من تطور كرة القدم الأفريقية. وأوضح السيد أحمد إلى أن تنظيم منافسات رياضية في القارة الأفريقية يتطلب موافقة كاملة من السياسيين وإداراتهم، إلا أن ذلك المشهد يختلف تماما في إريتريا. وقال: أدركنا بأن الحكومة الإريترية تتخذ أنجع السبل المستقلة والعادلة في المجال الرياضي، موضحا بأن هذا المبدأ يساعد على تطور وتقدم الأنشطة الرياضية عامة، وخاصة الاستثمار الذي يقوم به اتحاد كرة القدم الإريتري. من جانبه قال فخامة الرئيس السياسة أفورقي إن تشجيع الأنشطة الرياضية وإنشاء البنى التحتية المطلوبة واجب حكومي وحق من حقوق المواطنين، منوها فخامته بأن الشعب والحكومة الإريترية يؤمنون بذلك. وشدد فخامة الرئيس السياسة أفورقي على جاهزية الحكومة الإريترية لإنجاح البرنامج الموضوعي لتطوير الأطفال والشباب وتطبيقه على أرض الواقع والقيام بالدعم المطلوب. وحضر اللقاء أيضا رئيس اتحاد كرة القدم لشرق ووسط أفريقيا سيكافا الدكتور معتصم جعفر، ورئيس اتحاد كرة القدم الصومالي نائب رئيس سيكافا السيد عبد الغني آراب سيد، إضافة إلى رئيس كرة القدم التنزاني السيد والاس كيريا. تحتفل البلاد في الفاتح من سبتمبر بذكرى انطلاقة الشرارة الأولى لكفاح الشعب الإريتري المسلح بتنظيم برامج فنية وثقافية وغيرها من البرامج التي تليق بعظمة المناسبة. وقد احتفل المواطنون بالمملكة العربية السعودية في 29 من أغسطس الجاري بالذكرى. المزيد من التفاصيل مع الزميل محمود عبد الله أبو كفاح. أحيا الإريتريين المقيمون في الرياض وضواحيها بالمملكة العربية السعودية بالأول من سبتمبر الذكرى 58 لانطلاق الشرارة الأولى لكفاح الشعب الإريتري المسلح. وألقى رئيس الجالية الإريترية في الرياض وضواحيها السيد عبد الرحمن إمام في مراسم الإحياء التي جرت في 29 من أغسطس الجاري كلمة أوضح فيها معاني الفاتح من سبتمبر الرزينة في تاريخ الشعب الإريتري، وأضاف قائلا: نجدد في احتفال هذا العام عهدنا لنقل السيادة والاستقرار الوطني المزدهر إلى الأجيال المتعاقبة. من جهتها قالت القائم بأعمال السفارة الإريترية من المملكة العربية السعودية السيدة وين غرزغير أن 24 من مايو هو وليد الفاتح من سبتمبر التي تحيا سنويا بحفاوة كبيرة، موضحة تنفيذ عهد الفاتح من سبتمبر وتأكيد السيادة الإريترية بأبنائها الأبطال. وذكرت السيدة ويني بأن البرامج التنموية التي نفذت خلال سنوات الاستغلال الماضية مع كافة التحديات وآفاق السلام الراهنة أبرزت الأعمال التي يمكن تسييرها، مناشدة المواطنين لتمتين وحدتهم أينما وجدوا وتعزيز ترابطهم في مبتغى واحدة. هذا وتضمن برنامج الاحتفال بالذكرى أناشيد وأغاني وطنية وثورية قدمت عبر كوكبة من الأطفال وغيرها من الفقرات الفنية والثقافية. في غضون ذلك جدد الإريتريون المقيمون في مدينة دوزلدورف الألمانية في مناسبة إحياء ذكرى الفاتح من سبتمبر جددوا عهدهم لتوريث وترسيخ وتنشئة القيم الوطنية والثورية إلى الأجيال المتعاقبة.
خرجت مدرسة جلاس لمساعدي التمريض في 31 من أغسطس المنصرم 119 من منتسبي الدفعة 30 للخدمة الوطنية، بينهم 56 طالبة بعد تلقي دراسة امتدت لعام ونصف العام. وفي مراسم التخريج الذي حضرها القائم بأعمال مفوضية التعليم العالي والأبحاث الدكتور هيثم محسن، أوضح مدير المدرسة الأستاذ جبر برهان هبتجرجيش أن الدارسين شاركوا في امتحان الشهادة الثانوية وتحصلوا على نقاط تؤهلهم لدراسة الشهادة، إضافة إلى اجتيازهم الامتحانات النظرية والتطبيقية التي تعدها وزارة الصحة. وتعهدت ممثلة الطلاب من جانبها لخدمة الشعب والوطن بوفاء وإخلاص، مستفيدين من الفرص التي أتاحتها الحكومة. من جهته عبر مدير الخدمات الصحية لمستشفى جلاس العسكري العقيد يمان التقائي عن أمنياته الكبيرة بأن يسهم الخريجون في السلامة الصحية. وتشير مستندات مدرسة جلاس لمساعدي التمريض التي تأسست في العام 2013 إلى أنها خرجت حتى الآن في دفعة 259 طالبا وطالبة. تنظم أنشطة فعالة وتبذل جهود حثيثة في كافة أرجاء البلاد لاستكشاف وحفظ وتوثيق الموروثات الثقافية والتراثية والآثار التاريخية الثرية. ومواصلة لتلك الجهود، شهدت العاصمة أسمر افتتاح دورة تأهيلية تستمر ل5 أيام. المزيد من التفاصيل والزميل قاسم أحمد. اختتمت في 30 من أغسطس الجاري الدورة التأهيلية التي افتتحت في 26 من أغسطس الجاري، امتدت ل5 أيام بالتنسيق بين مركز الأبحاث والتوثيق التابع للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومقر البطريرك للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية. تركزت حول حفاظ وترتيب المخطوطات الدينية والمعطيات المقدسة. وتشتمل الدورة التي قدمت عبر الخبراء القادمين من جامعة هامبورغ الألمانية على الحقائق التاريخية الرئيسية في هذا المجال، من حيث الترتيب والأدوات وأدب لغة الجئز وتاريخها وهيكلها وتكوينها، وعلم الأبحاث الجئزية وآلية أدب الجئز الأثري، إضافة إلى علم اللغات والآداب وتنقيحها. وأشارت مدير مركز الأبحاث والتوثيق التابع للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيدة آزيب التولدي إلى أن المركز وابتداء من العام 1996 نفذ أعمالا كثيرة في حفظ المخطوطات والمعطيات المقدسة، وأن هذه الدورة المقدمة عبر الخبراء تساعد في تعزيز الخطوات المتخذة من الناحية العلمية. وذكرت السيدة آزيب بأن المشاركين في الدورة وباعتبارهم قادموا من مختلف الكليات يكتسبون المعلومات المقدمة جيدا. وقالت إن الخطوة المتخذة فعالة إلا أن المشوار طويلا. من جهتهم أفاد الدارسون بأنهم أدركوا من خلال المعلومات المقدمة في الدورة عن فعالية العناية بالمخطوطات والمعطيات المقدسة في إريتريا، مشيرين إلى أنهم تحصلوا على معلومات دقيقة خاصة في حفظ المخطوطات والمعطيات المقدسة وتنقيحها. في الختام وزعت الشهادات التقديرية على الدارسين وتقديم الهدايا التذكارية للمدربين. وشارك في الدورة التي انتظمت في الفترة من 26 وحتى 30 من أغسطس الجاري 25 خبيرا قادموا من كلية الإدارة والتجارة والعلوم الاجتماعية بعد قيح، وكلية القديسة سلاسي الروحية بدبر سيناء، ومكتب البطريرك، وكذلك مركز الأبحاث والتوثيق التابع للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. طلب سكان مارات في مديرية قلب في الاجتماع الذي عقده لهم حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود لإنشاء مشروع مياه شرب صالحة، وذكروا بأن الآبار المشيدة مسبقا لخدمتهم تقلصت مياهها مع تجميع القرى، مناشدين الحكومة لإيجاد حلول مدركين صعوبة الوضع والمشكلة. من جهته أوضح السيد علي محمود حاكم الإقليم عن إعداد مهام بحثية لحل الإشكالية، داعيا المواطنين لمضاعفة أنشطة النفير. من جهته قال مدير مديرية قلب السيد يمان مبرهتو إن القرى المتناثرة في مناطق قروح وبيلتا ومارات يتم تجميعها في مناطق مهادا وبيلتا ومارات، ويجري العمل لإكمال مشاريع المياه التي أشرفت على الاكتمال. وأشار السيد يماني إلى أن المواطنين يسيرون أعمالا جادة في صيانة وشق الطرق، وقد اختتم بناء مدرسة شيدت لخدمة السكان المجتمعين من منطقة صبر، وقدم المجتمعون آراء بناءة من ضمنها منح اهتمام أكبر لطريق قلب شعب وإجراء بحث دقيق لتنفيذ المشاريع الموضوعة للتنفيذ وتطوير مدرسة مارات الابتدائية إلى مدرسة متوسطة وغيرها من الآراء.
أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم. فجر انتحاري من طالبان نفسه وسط قندوز شمال أفغانستان، حيث احتشدت القوات الأفغانية للدفاع عن المدينة الاستراتيجية خشية سقوطها في أيدي الحركة بحسب ما ذكره مسؤولون أفغان. يأتي هذا في ظل هجوم من عدة اتجاهات تشنه الحركة على مدينة قندوز الاستراتيجية الواقعة في شمال أفغانستان، والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ العام 2015. وأعلن مسؤولون أن العملية بدأت بعد أن تقدم مقاتلون من الحركة داخل المدينة انطلاقا من اتجاهات متعددة. وأعلنت طالبان سيطرتها على عدد من المباني المهمة في المدينة، فيما شنت القوات الجوية الأفغانية 5 غارات على الأقل. وأكد مسؤولون في قوات الأمن الأفغانية أن لديهم ما يكفي من العناصر على الأرض لصد الاعتداء. ويأتي هذا الهجوم الذي لا يزال مستمرا حتى هذا الأثناء في الوقت تسعى فيه الولايات المتحدة وأفغانستان في الدوحة إلى التوصل لاتفاق يؤدي إلى انسحاب آلاف العسكريين الأمريكيين من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية عدة. عرضت إيران قمرا صناعيا سليما بعد أيام من انفجار صاروخ على منصة إطلاقه في ثالث محاولة فاشلة في العام الجاري، وهو الحادث الذي ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران من إطلاق صواريخ، وذلك خشية أن تمكن التكنولوجيا المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في مدار حول الأرض طهران من تطوير قدرات صواريخ باليستية تستخدم في إطلاق رؤوس حربية نووية. ولكن إيران تنفي أن هذه الأنشطة غطاء لتطوير هذه القدرات. ونشر ترامب على تويتر صورة لما بدا أنه موقع لعملية إطلاق فاشلة لقمر صناعي إيراني، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك قد كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأمريكية. وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن الصحفيين شاهدوا القمر الصناعي ناهد 1 في مختبر تابع للحكومة. قال مسؤولون بمستشفيات وفي الشرطة بالهند أن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب قرابة 50 آخرين بعد سلسلة انفجارات في مصنع للكيماويات بولاية مهاراشترا بغرب البلاد. وقال مسؤول بمستشفى في منطقة دولي إن 12 شخصا قتلوا أو سقطوا في الانفجارات، بينما هناك حوالي 37 مصابا. وقال ضابط الشرطة سانجاي أهيري إن الانفجار الأول وقع بشدة، وأظهرت لقطات مصورة بثتها قنوات إخبارية محلية دخانا أسود كثيفا ينطلق من المصنع. وأضاف المسؤول أنه انفجر أولا برميل يحوي 200 لتر من المواد الكيماوية، ثم انتشر الحريق في أجزاء أخرى من المصنع، ووقعت انفجارات أخرى. ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الحرائق التي تستعر بغابات الأمازون تمثل خطرا على الصحة، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي وعلى وجه الأخص الأطفال. وقالت الدكتورة ماريا نيرا مديرة إدارة الصحة العامة والمحددات الاجتماعية والبيئية للصحة بالمنظمة الدولية إن النظام البيئي للغابات المطيرة التي يسكنها نحو 30 مليون نسمة يتعرض للتهديد. وانحسرت الحرائق بالبرازيل بشكل طفيف منذ أرسل الرئيس جاير بولسونارو الجيش للمساهمة في مكافحتها. وأوضحت أن الحرائق لن تسبب على الأرجح مشكلات طويلة الأمد مثل السرطان الذي يحدث نتيجة التعرض المكثف ولفترات طويلة. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. تحية لكم وإلى اللقاء.